انا ضيعت عامين تاع لونطرينمون بدون نتائج، والسبب يقدر تكون عارفه حتى انت، ولكن ما بقاتش في المعرفه ديالو، بقات في التطبيق ديالو. فكنت حتى كنوصل لاصال عاد كنجلس نتفكر اشنا هي اخر حاجه ترينيت والتمارين اللي درت، عاد كنقرر اش نتريني اليوم، والتمارين حتى كنسالي من التمرين عاد كنفكر اشنو نتبعو، وإلا جا غا صاحبي بغى يتريني عضلات اخرين تنصدق كنتريني معاه. هادشي غير في الكوتي ديال لاصال. اما التغذيه ما كنحسب والو، اللي جات كناكلها وبكميات عشوائيه، النعاس ما كنعش مزيان، ما كنراعيش ايام الراحه والاستشفاء، المهم كنتريني غير باش نتريني وصافي. وهادشي في حد ذاته الا حللتيه راك في هاد الحاله احسن من واحد اخر ما كيترينيش كاع بطبيعه الحال. ولكن فاش كيكون هدفك تشوف نتائج راك ضروري تضبط امورك، ما يمكنش تبقى غادي بعشوائيه حيت ما غتشوفش نتائج وغتصدق حابس في نص الطريق. فبداية وأول حاجة خصك تفكر فيها هي البروغرام باش كتريني. فكما كان مستواك راه كاينين برامج غيتوافقوا معاك، سواء تقسيمات بحال بوش بول ليغ سبليت، الارنولد سبليت، الابر لور سبليت، البرو سبليت الا عندك شويه الوقت، الفول بادي سبليت، وزيد من التقسيمات المعروفه. وتاني حاجه الا لقيتي انك ديرها راك غتستافد منها هي انك تريني العضلات ديالك اكثر من مره في السيمانه. واخا تكون مبتدئ، المهم تكون فتي واحد شهرين ولا 3 شهور تقدر ديرها وغتستافد منها بزاف وغتشوف بها نتائج زوينه. وهذه ماشي هضرتي انا، هضرت دراسات كثيره من بينها هاد الجوج اللي كتشوف هنايا. كذلك كاينين دي تكنيك ديال التدريب اللي افونسي شويه بحال سوبر سات، دروب سات، جاين سات، كاين كذلك المايوريبس، كاين البيسات، تريسات، وزيد. يكفي تقلب على كل وحده غتلقى بزاف ديال المعلومات على هاد المسائل. كذلك خصك تراعي واحد المسألة اللي مهمة، وهي أنك تشد بروغرام وتريني به بنفس التمارين ما لا يقل على شهرين حتى 3 شهور باش تقدر أنك تبروغريسي فيه، تزيد الأوزان وتلاحظ التطور ديالك. ماشي كل حصة تمارين في شكل غتبقى مدابز غا مع لي كورباتور. كذلك كما كان المستوى ديالك خصك تراعي أيام الراحة اللي بالنسبة لي أنا ما خصهاش تقل على يومين في السيمانة راحة، ما تديرش فيها حتى مجهود بدني ولو غير كارديو. ضروري تريح الجهاز العصبي ديالك باش تقدر تأدي مزيان في التمارين المقبله، حيت العضله فاش كترينيها راك مينيموم كتعطيها 3 ايام حتى 4 ايام ديال الراحه، في حين الجهاز العصبي ديالك راه في اي حصه وفي اي عضله كتلقاه خدام بالماكس ديالو. فضروري كما قلت على الاقل 2 جور بار سيمين خذ الراحه ديالك. اما فاش كنجيو ندويو على التغذيه، هنا غتكون واحد من هاد الجوج، يا اما مستقر في حياتك وعندك امكانيات باش تصرف على التغذيه ديالك، وهنا ما عندكش عذر حيت ابار شكل جسمك خصك تغذيه مزيانه باش تحافظ على صحتك. وإلا عندك امكانيات باش دير تغذيه مزيانه وما درتيهاش راك الملام الاول على صحتك غير باش تعرف. فحاول تقلب شويه كيفاش تصاوب الريجيم متوازن وكيفاش تاخذ احتياجاتك على حساب المجهودات اللي كدير، كيفاش توازن الماكروز اللي هما البروتين كارب ودهون، كيفاش تاخذ كفايتك من الفيتامينز ومن المعادن، وزيد. وهذا الشيء كامل غتلقاه في الكتاب الالكتروني ديالنا. الا بغيتيه تواصل معنا في هذا الرقم. الا ريقلتي التغذيه ديالك غتكون قطعتي اكبر شوط في رؤيه النتائج، حيت بكل بساطه التغذيه راه من الاساسيات. واخا تريني بمجهود كافي الا ما خديتيش كفايتك من التغذيه راك غا كتخوي الماء في الرمله. اما الا كنتي انسان مازال ما مستقرش وما قادرش تصرف على الماكله بزاف، فهنا غتقلب على البدائل الرخيصه في تلبيه الحاجيات الغذائيه. بلاصه اللحم خذ الدجاج، بلاصه الطون خذ السردين اللي على فكره احسن منه كاع، وهكذا. كنتي ما قادرش حتى على هذا الشيء غير بقى تريني بعدا نهار تصاوب الوضعيه فكر ديك الساعه في التغذيه. فإلا صوبتي بروغرام دو لونطرينمون وصوبتي ريجيم باش تبني نتائج فغتبقى لك حاجه وحده هي النعاس ديالك والاستشفاء، وهادو راه بحال الورشه ديال الخدمه ديالك. انت فاش كتريني راك كتحفز جسمك على البناء، ومنين كتاكل كفايتك راك بحال الا حطيتي ليه مواد البناء غيبقى لك غير البناء ديك الساعه اللي غيوقع مني كتكون نعاس. يعني بدون نعاس ما غتوصل لحتى شي نتيجه. فحاول تنعس على الاقل 7 سوايع ديالك، ووفر وسائل الراحه الكافيه بحال الظلام، السكوات الى اخره باش توصل للنوم العميق ديب سليب اللي هو علاش داير الفيلم كامل. فهاد العوامل بثلاثه هما الاساسيات ديال اي واحد باغي يوصل لهدف زوين في هاد الرياضه اللي هو تغيير الجسم ديالو. فحاول تراعيهم وتقن كل عامل بالماكس ديالك باش توصل للهدف ديالك. فنتمنى نكون افدت. انا مرتي ديال الكوتشين وما بقى غير نقول لكم ذاتس ات. كان معك يونس.